زي ما انتم عارفين من حوالي اسبوع كده تم الاعلان عن الشاومي 13 تي، والجهاز ده بيقدم حاجات حلوه جدا وبيقدم طفرات في عالم الموبايلات، بما انه موبايل بيجي في فئه يعتبر فوق المتوسطه بحاجات بسيطه، ولكن هو بيقدم امكانيات حلوه جدا. فانا في الفيديو ده جاي اقول لك على عيوب الجهاز ومميزات الجهاز ومواصفات الجهاز ككل، وهل الجهاز ده يستاهل سعره اللي تم الاعلان عنه في مصر ولا لا، وهقول لك على سعره في نهايه الفيديو. ولكن بقى من غير كتير خلينا نبدا الفيديو بسرعه. ولكن قبل ما نبدا متنساش تعمل لايك الفيديو، وكمان انزل سبسكرايب للقناه، اشترك في القناه عشان نوصل ل 100,000 مشترك في ورا بعض، وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديده. ويلا بينا نبدا الفيديو سريعا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى عكس العادة كل مرة بنبدأ بتصميم الجهاز، ولكن أنا في الفيديو ده هبدأ لك بالشاشة ومواصفات الشاشة، لأن دي بصراحة من أكتر الحاجات اللي شدتني وعجبتني في الجهاز ده. بصراحة جهاز بيجي بشاشة خرافية، فخلينا بدون رغي كتير نبدأ أول حاجة ونتكلم عن مواصفات الشاشة. بداية كده أنت عندك شاشة أموليد بتيجي بتدعم 68 مليون، لا مليار لون، 68 مليار لون. يعني الشاشه دي بتطلع لك دقه الوان رهيبه، بتظهر لك الوان مش طبيعيه. انت بتتكلم اصلا ان شاشه مثلا الاس 23 الترا اللي معايا 16 مليون لون وبتطلع الوان خرافيه، فما بالك دي 68 مليار لون. لا فعلا الموضوع هيكون تحفه. وموضوع عدد الالوان اللي بتدعمه الشاشه مش زيه زي مثلا حاجات تانية مجرد ارقام وبس، مش زيه زي حاجات بيتم الاعلان عنها لمجرد الارقام والشو. لا فعلا عدد الالوان اللي بتدعمه الشاشه بيفرق جدا في مشاهده المحتوى، وبيفرق جدا في ان تقدر تتفرج على محتوى ويظهر الالوان زي ما انت عينك عايزه تشوفها في الطبيعه. ومش بس كده، اللي عجبني في الشاشه دي بسبب القوه بتاعتها بتدعم محتوى ال HDR10 بلس وكمان الدولبي فيجن. في شاشات عموما كانت بتدعم الدولبي فيجن دي غير شاشات ابل هي اللي بتدعم محتوى الدولبي فيجن، ولكن الشاشه دي دلوقتي بتدعم محتوى الدولبي فيجن وال HDR10 بلس، يعني جامعه ما بين سامسونج وايفون. بصراحه الشاشه خرافيه. طبعا معظم الشاشات اللي بتيجي في الفئه دي بتيجي يا 90 هرتز يا 120 هرتز، وما اظنش ان في 90 دلوقتي، كلها 120 هرتز. ولكن الجهاز ده بيجي 144 هرتز. بصراحه حاجة قوية جدا. انا اصلا بالنسبة لي 120 هرتز ده حاجة طفرة وحاجة ممتازة جدا ومريحني قوي مع الجهاز بتاعي، فما بالك جهاز 144 هرتز هيكون سلس سلاسة مش طبيعية. والمبهر اكتر في الشاشة دي ان نسبة سطوعها في الطبيعي 1200 نتس، ولكن بتوصل ل 2600 نتس في مشاهدة محتوى ال HDR او لما بتوجه اشعة الشمس مباشرة على الشاشة. وكل ده مع حجم شاشة ال 6.67 من 100، يعني 6.7 من 10 انش يعتبر، وكمان مع حواف قليله وحواف شكلها بروفيشنال جدا. يعني نسبة الاستحواذ بتاعت الجهاز 87.5%، حاجة زي كده. فبصراحة الموضوع حلو قوي، يعني فعلا الشاشه ممتازه. انت هتحتاج شاشه اقوى من كده ايه؟ شاشه بتدعم 68 مليار لون، شاشه 144 هرتز، شاشه كمان بكثافه بكسلات 446 بكسل لكل انش. كثافه البكسلات هنا مش اعلى حاجه، وانا كنت متوقع ان الشاشه هنا يبقى كثافه البكسلات بتاعتها 500 وشويه، ولكن طبعا هم سايبين الحته دي للالترا شويه. فبصراحه الشاشه هنا هتاخد بالنسبه لي 10 من 10 مستريح. يعني انا مش مستني شاشه اقوى من كده في الفئة السعرية دي. بصراحة أقوى من كده مش عايز، هي دي بصراحة بتلبي جميع احتياجات أي بني آدم. قبل ما أكلمك عن الأداء والمعالج خلينا سريعا كده نتكلم عن التصميم، لأن التصميم بصراحة بالنسبة لي أنا ما عجبنيش قوي. تصميم مش شيك، يعني تصميم مش افضل حاجه. في ناس عجبهم التصميم، انا بصراحه ما عجبنيش. وكمان وزن الجهاز 193 جرام و197 جرام على حسب الظهر الزجاجي ولا البوليمر. فانا بصراحه الجهاز كتصميم ما عجبنيش قوي. ولكن الحلو في الجهاز هنا ان هو بيدعم الاي بي 68، يعني تقدر تنزل بيه تحت الميه وما تخافش على الجهاز. وطبعا ده لحد متر ونص تحت الميه لمده نص ساعه، وانا ما انصحش برضو ان حد ينزل لحد متر ونص ويقعد نص ساعه، لان ده اقصى حاجه، وممكن قبل كده كمان الجهاز يحصل فيه حاجه. فالافضل انك لو هتصور حاجه سريعا كده وتطلع بالموبايل على طول. وطبعا قبل ما اخرج من نقطه التصميم فما ننساش تصميم الكاميرات، المربع الكبير اللي شكله وحش قوي بصراحه ما عجبنيش خالص. يعني لا بصراحه ما عجبنيش خالص تصميم الكاميرات ده، ويا ريتهم كانوا عملوا اي تصميم تاني كان هيبقى افضل من ده. نيجي بقى دلوقتي ونتكلم على اداء الجهاز هنا بيجي بمعالج الدايمنستي 8200 الترا. معالج بيجي بتقنيه الاربعة نانومتر، يعني بتقنيه جديده ومفروض ان هو بيوفر في الطاقه والكلام الجميل ده كله. ولكن كعتاد اداء، هل الجهاز ده بيقدم اداء خرافي ولا اداء متواضع؟ على عكس العاده
شاومي هنا بتقدم معالج انا بالنسبه لي هو مش افضل معالج في السوق ولا افضل معالج في الفئه دي في الرينج ده يعني، لان بكل بساطه قصاده بينافسوا السناب دراجون 7 جين 2، ومع ذلك السناب دراجون اقوى بحوالي 12%. فبصراحه ده شيء احبطني شويه، لان طبعا احنا دايما بنتوقع من شاومي معالج اقوى، معالج جامد قوي. فبصراحه على قد ما الجهاز عجبني الشاشه بتاعته جدا جدا جدا، على قد ما الاداء بتاعه يعني ضعيف شويه، الاداء بتاعه مش اقوى حاجه. ولكن الميزه في الجهاز ده ان بيجي بمساحات 256 جيجا و512 بس، مفيش 128، مفيش الكلام الفاضي ده غير كمان بيجي ب 8 جيجا بايت رام و12 جيجا بايت رام، يعني في نسخه 12 وفي نسخه 8. وكمان بيجي بذاكره داخليه سريعه يو اف اس 3.1، فدي برضو كويسه جدا في الفئه السعريه دي. اما بقى بالنسبه للكاميرات، فالجهاز هنا بيجي بثلاث كاميرات: كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، وكاميرا تيليفوتو 50 ميجا بكسل، وكاميرا الترا وايد 12 ميجا بكسل. الاساسيه والتيليفوتو بفتحه عدسه اف 1.9، ودي فتحه عدسه كويسه بالنسبه للتيليفوتو ولكن مش افضل حاجه بالنسبه للعدسه الاساسيه. والالترا وايد بتيجي بفتحه عدسه اف 2.2. وعامه العدسه الاساسيه بتدعم التثبيت البصري او اي اس. والجهاز هنا بيصور فيديو لحد 4K 30 فريم في الثانيه مش 60، وكمان بيصور بتقنيه ال HDR 10 بلس، ودي حاجه مميزه جدا في الفئه السعريه دي. اما بقى بالنسبه لتجربه التصوير الفعليه في الكاميرات، انا طبعا ما جربتش الجهاز بنفسي كصور، ولكن اما شفت عينات لبعض الصور اللي الناس مصوراها لما جربت الجهاز، فالجهاز بيطلع صور تحفه فعلا في الفئه السعريه دي. بصراحه الجهاز طفره في التصوير بالنسبه للفئه السعريه دي. طبعا انتوا عارفين ان انا كل شويه اقول الفئه السعريه دي الفئه السعريه دي، انت عايز تعرف سعر الجهاز كام؟ سعر الجهاز رسمي في مصر تم الاعلان عنه ب 23,000 جنيه، ولكن انا بقول لك انا مستغلي الجهاز شويه. يعني الجهاز ده لو نزل مثلا ب 18 ونص 17 ونص يبقى ممتاز، هي دي الفئه السعريه الصح بتاعته. ولكن طبعا هو تم الاعلان عنه ب 23,000 جنيه، وبيجي لو انت اشتريته يعني في الاول بيجي معاه سماعه هديه. السماعه دي اصلا سعرها حوالي 3000 جنيه، فانت بتلاقي انها ماشي، يعني السعر كويس الى حد ما، ولكن انا برضو مش عاجبني التسعير. نيجي بقى للكاميرا السيلفي، والكاميرا السيلفي هنا 20 ميجا بكسل وفتحت عدسه اف 2.2، واخر التصوير هنا 1080 فقط و30 فريم في الثانيه برضه، يعني مش 60، وبيدعم تصوير ال HDR 10 بلس، ودي حاجه برضه مميزه في الشاشه، ولكن مميزه لو كان بيصور 4K، انما انا مش هصور ايه يعني فول اتش دي 30 فريم HDR 10 بلس، انا مش هحب ده. وطبعا الجهاز هنا بيجي بستيريو سبيكر، ودي حاجه برضه كويس. واخيرا بقى وليس اخيرا، البطاريه هنا بتيجي 5000 ملي امبير وبتشحن بسرعه 67 واط، وطبعا دي حاجه كويسه جدا جدا في عالم التك، لان زي ما احنا عارفين ان معظم الاجهزه دلوقتي بقت شحن سريع ما عدا السامسونج والايفون، هما الاتنين دول اللي لسه حاطيننا في حته كده تحت ال 45 واط، وايفون تحت ال 25 واط. ولكن زي ما بقول لك 67 واط مع 5000 ملي امبير هتلاقي الموضوع مميز، ومش هتبقى شايل هم البطاريه اصلا، وهتخرج وتيجي وتشحن البطاريه على طول في ثواني كده، فاهمني؟ فالموضوع كويس وممتاز بالنسبه للبطاريه. واخيرا بقى، تشتري الجهاز ده دلوقتي ولا تستنى شويه ولا ما تشتريش الجهاز ده اصلا؟ انا من رايي لو انت بتحب السوفت وير بتاع شاومي وبتحب اجهزه شاومي، فالجهاز ده هيكون مميز لو انت اشتريته دلوقتي في الحجز المسبق، عشان هتاخد السماعه الهديه، فالجهاز ساعتها هيقف عليك يعتبر بالسعر اللي يستحقه او بالسعر اللي نازل في الامارات، لان في الامارات الجهاز ده نازل بحوالي 18 ونص او 19,000 جنيه حاجه زي كده، ولكن هنا نازل ب 22 وشويه. فالافضل لو هتشتريه اشتريه دلوقتي عشان تستفيد بالسماعه اللي هتاخدها هديه. ولكن عامه يعني لو انت عايزني اقارن لك الجهاز ده ما بين اي جهاز في الفئه المتوسطه او الفئه العليا شويه، اكتب لي تحت عايزني اقارن لك ما بين انهي جهاز، وهنزل لكم المقارنه دي في اقرب وقت. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولسه ما اشتركتش انزل اعمل سبسكرايب حالا القناه، اشترك في القناه عشان نوصل ل 100,000 مشترك في اقرب وقت، وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل فيديو جديده. ولينك الانستجرام عندك في الكومنت، لو عندك اي استفسار كلمني هناك. وطبعا ما تنسوش تتفرجوا على الفيديو اللي فاتت، وانتظروا الفيديو الجاي، واشوفكم على خير.